صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في episode 5 من randomly by me your host هبة طه. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ومتماسكين. كالعادة شكرا ان انتوا هنا وشكرا ان انتوا بتستمعوا. أنا ممتنة لكل حد هنا وحاسة الحمد لله ان البودكاست بيكبر شوية شوية وبيعمل community كده صغير. أكيد احنا كلنا مختلفين عن بعض، بس في نفس الوقت في حاجات كتير مشتركة بينا. فأنا مبسوطة الحمد لله، وممتنة فعلا لكل حد فيكم ولكل حد بيحاول يعمل سبورت أو بيقولي رأيه أو بيقولي حاجات تساعدني ان احنا نكبر البودكاست ده أكتر وأكتر. فشكرا جدا ليكم. حلقة النهاردة أنا معتبراها استكمالا لحلقة فلسطين والدعم النفسي في الأوقات الصعبة. وقتها في الحلقة اتكلمنا بشكل عملي أكتر عن الموقف والحاجات اللي ممكن نعملها وتفرق معانا. إنما النهاردة أنا حابة أتكلم أكتر عن مشاعرنا واللي بنحسه في أي موقف صعب أو ابتلاء بيواجهنا، وإزاي نتعامل مع ده ومع عقلنا اللي غالبا بيستهلكنا في أفكار سلبية مش حقيقية خالص. كمان حابة الموضوع يبقى شبه دردشة كده، وأعتقد إن الحلقة النهاردة هتبقى طويلة، فاعملوا كوباية من مشروبكم المفضل. واسمعوا الحلقة دي في وقت رايق أو وقت انتوا حابين تفصلوا فيه، أو لو انتوا بتتمشوا أو أيا كان بتعملوا ايه. بس مبدئيا حابة أوضح إن أي حاجة بقولها في الحلقة دي أو في البودكاست هنا هي حاجة بقولها لنفسي في الأول قبل أي حد. يعني أنا مش عاملة البودكاست ده عشان أنظر، لأ خالص، وممكن أكون كمان مريت وبمر ولسه همر بحاجات سلبية كتير من اللي بتكلم عنها هنا. بس الفكرة ان انا بحب اشير ده معاكم واتكلم عنه، وكمان يعني جايز يكون في حد محتاج يسمع الكلام ده زي ما انا ببقى اوقات كتيرة محتاجة اسمعه. وعشان كمان زي ما قلت ببقى بقوله لنفسي اولا وبفكرني بيه، عشان احنا ببساطة بني ادمين مش مولودين عارفين الصح من الغلط. احنا بنتعلم ده طول ما احنا ماشيين في الطريق، وطول ما انت ماشي بتمر بحاجات كتير غلط عشان في النهاية ان شاء الله توصل للحاجة الصح، او خلينا اقول للحاجة المناسبة او المريحة ليك. عشان انا يعني دايما بقول ان بعيدا عن الثوابت الدينية، فبالنسبة لي مفيش حاجة صح مطلق ولا غلط مطلق، في حاجات مناسبة لشخص ومريحاه اكتر من التاني وهكذا، لان كل حاجة بتختلف باختلاف الاشخاص والموقف ومعطياته. زي ما قلت طبعا ده بعيدا عن الثوابت الدينية. أول حاجة عايزة أتكلم عنها هي مشاعرنا وإحنا بنمر بأي موقف صعب أو أي ابتلاء أيا كان إيه. مبدئيا عاوزة أتكلم معاكم في فكرة كنت قريتها في كتاب السماح بالرحيل وعجبتني قوي. الفكرة إن المشاعر مش المفروض إنها حاجة بتعبر عننا أو عن ذواتنا، لأ خالص. الكتاب كان بيوصفها إنها مجرد حاجات بتحصل لنا مش من صنعنا ومش من اختيارنا، فبالتالي هي مش حاجة بتعبر عنك ولا عن شخصيتك ولا عن ذاتك. الكلام ده بقى مهم ليه؟ عشان لو عاوزة أقولك حاجة واحدة بس في الحلقة دي هتبقى هي إنك ما تحسش بأي مشاعر تجاه مشاعرك. ما تغضبش من اللي انت حاسه واللي هو أنا ليه حاسس كده، أو تحس بالعار تجاه اللي انت حاسه أو بالذنب إن انت حاسس كده. لأن ببساطة احنا مش مسؤولين عن مشاعرنا لكن مسؤولين عن تصرفاتنا. ولو بصيت في الدين هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسبك على الذنب الا اذا عملت. بالعكس ده كمان بيعتبر جهاد نفس وليه ثواب واجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. فلو هنتعلم من ده حاجة هتبقى ان فعلا المشاعر واللي بنحسه حاجة مش المفروض انها تكون بتعبر عننا، ولا المفروض نغضب عليها او نحس بأي حاجة تجاهها او تجاه نفسنا اننا حاسينها. عشان كل ما حسينا كده كل ما المشاعر دي حدتها وقوتها بقت أكتر. المشاعر قوتها في مقاومتنا ليها. وعلى العكس كل ما حاولنا نتقبل المشاعر دي ونديلها وقتها ومساحتها ونعترف بيها هي أصلا بتضعف وبتروح. وهي دي فكرة السماح بالرحيل في الكتاب، وهي فعلا حقيقية جدا. بس في رأيي إن ده كله لازم يحصل في بالانس أو توازن. بمعنى انه مثلا انا بمر بموقف صعب وحاسه بحزن، حاسه ان انا فعلا زعلان،
اعترف بمشاعري واتعامل معاها صح واتقبلها، مفيش اي مشكلة، واديلها وقتها ومساحتها واخد وقتي في ده، بس within limits، يعني بحدود. عشان انت لو ما كانش عندك الوعي الكفاية ان انت تظبط التوازن ده، هتدخل في اكتئاب. يعني بدل ما تدي الوقت الحزن مثلا وقته او مساحته حاجة بسيطة وتتعامل معاه على قده، لأ، انت هتستغرق في الحزن ده، وده ممكن يدخلك في اكتئاب وما تطلعش منه. عشان كده مهم برضو تعمل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة فلسطين والدعم النفسي، لو ما سمعتهاش اسمعها. عشان في رأيي ان الحزن عامل زي ما يكون انت قاعد في دايرة مقفولة او في أوضة مقفولة. لو الباب ما حاولتش تكسره وشوية شوية قعدت تكسره بحاجة بسيطة بحاجة بسيطة لغاية ما قدرت تفتحه، مش هتطلع منه. فلو انت حاسس بمشاعر زي الحزن مثلا، لو انت ما حاولتش تشد نفسك وتقوم نفسك انك تخرج بره ده، هتستغرق في الحزن ده وهتبقى زيادة وهيقلب معاك باكتئاب وحاجات كده. عشان كده مهم ان انت تساعد نفسك انك تقوم، ومهم ان انت يبقى عندك الوعي الكفاية انك تفرق بين، او مش تفرق، انك توازن في حتة انه انا هدي لنفسي وقت لده وهعترف بمشاعري وهتقبلها، مش هنكرها ولا هبعد عنها ولا كل الكلام ده، بس هبقى عارف ايه الوقت الصح للمشاعر دي، او هحاول اساعد نفسي ان انا اقدر اخرج منها واقوم من تاني. وهنا بيجي دور الوعي بالمناسبة، انه دي اهمية ان انت تفضل طول الوقت بتشتغل على صحتك النفسية، وطول الوقت بتقرا وبتبحث في المواضيع دي، عشان وعيك هو اللي بيساعدك ان انت تحقق التوازن ده. وحاول بعد الموقف او حتى اثناءه، يعني بدل ما تغضب من مشاعرك ومن اللي انت حاسه، انك تحاول تسلف ريفلكت، او اللي هو تقعد وتفكر شوية انت اصلا حاسس كده ليه، او حسيت كده ليه، ليه الموقف الفلاني كان تريجرينج او اللي هو استثارك او حسسك بالشعور ده. لما تقعد مع نفسك وتفكر وتحاول تفهم الشعور ده اصلا انت حسيته ليه، ده بيوصلك لفاليوز او قيمة مهمة بالنسبة لك في حياتك انت ما كنتش مدركها، او بيعرفك نفسك اكتر، او حتى بيعرفك حاجة عن الموقف اكتر. هحكي لكم موقف شخصي كان حصل لي. كنت في مرة، يعني كان في واحدة صاحبتي في مرة كانت منزلة ستوري عادي على الواتساب. آم، انا لما شفت الستوري معرفش ليه وقتها اتضايقت، وحسيت انه انا اخدتها بشكل شخصي. ووقتها الحمد لله يعني ان انا تساءلت هو انا ليه اتضايقت من الستوري، ما هي منزله ستوري يعني مش كاتبه عليها اسم الثلاثي مثلا عشان اخدها عليا او كده، فليه انا اخدتها بشكل شخصي وليه دي حاجه ضايقتني، وهي اصلا الكلام حتى اللي في ستوري وقتها ما كانش يضايق. فلما قعدت فهمت ان انا في علاقتي بصاحبتي دي كان في شويه حاجات متراكمه، بس ما كنتش وقتها كلمتها عنه، يعني ما كنتش اتكلمت معاها فيه. فلما شفت الستوري دي خلتني احس باحساس وحش تجاه الموقف، فقررت فعلا ان انا هروح وهتكلم مع صاحبتي دي في الحاجات اللي مضايقاني. وقتها اتكلمنا وكل الحاجات دي، وبعدها فعلا حسيت احسن كتير، حسيت انه الموضوع واضح بالنسبة لي، وحتى دلوقتي علاقتنا الحمد لله احسن. ف دايما انك تقعد مع نفسك وتفكر او تشوف انت ليه حسيت بده بيفرق جدا، وبيعرفك حاجات كتيرة انت ممكن تكون مش واخد بالك منها. وشرط أساسي طبعًا إن كل ده يكون بمنتهى التسامح، يعني أنت مش بتسأل كل ده عشان أنت غضبان أو متضايق بأي شكل من مشاعرك أو حتى أفكارك، لأ، أنت بس بتحاول تفهم وتعرف نفسك أكتر. وده عشان برضه لو في حاجة تانية عاوزة أقولها النهاردة، هتبقى هي إنه سامح نفسك، سامح نفسك على غلط أنت عملته ورجعت الحمد لله، على قلة وعيك في موقف معين، على مشاعرك واللي أنت حاسه، على كل حاجة. عشان في فرق بين النفس اللوامة بالطريقة الصح والمتوازنة، وفرق بين الدايرة المفرغة بتاعة جلد الذات. ويمكن بإذن الله نبقى نعمل حلقة عن ده في يوم. بس إنك تحاسب نفسك
عشان تقومها وترجعها ده صحي. لكن لو اتحول لحاجة ملهاش لازمة ولا فايدة ولا فارقة معاك في حياتك للأحسن دلوقتي، يبقى ده جلد ذات ملهوش لازمة. انت بتهدر طاقتك وبتستهلك نفسك وبتنغص حياتك بيه. وأوقات ده بيكون من إحساسنا بالذنب تجاه موقف أو شخص، فبيكون نوع من العقاب الذاتي. لكن ده مش حاجة صحية، ولا هتفرق لا في الموقف ولا مع الشخص، وممكن تكون مدخل للشيطان كمان في حياتك. فدايما اسأل نفسك وحاول توازن الموضوع، عشان غالبا كل حاجة في الحياة هي تقريبا توازن بين حاجتين. لو اتجهت لناحية اكستريم منهم ففي حاجة غلط بتحصل. في بقى ممكن مشاعر بتكون مدخل من مداخل الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أوقات، زي مثلا شعور عدم الرضا. أعوذ بالله. أوقات كده لما بنمر بابتلاء صعب بنحس شعور زي ده من جوانا، ممكن ما بنقولش بس أوقات بنحسه. أنا عن نفسي مريت بده ويمكن بمر بيه أوقات كتيرة. ومتأكدة إن في ناس كتير بتمر بيه برضو عادي. إحنا بشر معرضين طول الوقت، وطول ما إحنا عايشين إننا نفتن في ديننا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لما تمر بأي موقف صعب وتحس بحاجة زي كده، فشعورك ده وقت البلاء بيبقى فتنة. بس زي ما قلت، عشان احنا مش مسؤولين عن مشاعرنا لكن مسؤولين عن تصرفاتنا. فلو حسيت بكده ما تغضبش، بس خليك فاهم ان الشعور ده فتنة، فحاول تتعامل معاه صح. يعني شعور زي ده مثلا مش هنسيبله مساحته، ده بالعكس تتجاهله وتدعي وتحمد ربنا زيادة وتدعي ربنا انه يهون عليك. وكل ما تحس كده اكتر احمد ربنا اكتر واكتر. سبحان الله، كل ده بيتحول لرضا وبيروح. في الاوقات الصعبة احنا مش بس بنحس مشاعر مش لطيفة، احنا كمان دماغنا بتبقى مليانة افكار سلبية، كلها غالبا مش صح ولا حقيقية. بس غالبا بنميل اننا نصدق الرواية دي عشان سهل نكون ضحية. دايما بحس ان العقل بيميل يخليك حزين وضحية عشان ده مريح بالنسبة له. واوقات للأسف مش بنكون مدركين لده، وكتير قوي وانا منهم مروا بده في فترة من حياتهم. دايما الاستسلام للأفكار السلبية ده سهل، هو حزين بس سهل قوي، عكس ان الشخص يقع ويقاوم ويقوم وهكذا. عشان كده الوعي والبصيرة هي نعمة من ربنا، لازم تدعي ربنا بيها طول الوقت وتشتغل عليها. وعشان كده برضو مهم تبقى مراقب أفكارك، عشان أوقات كتير بتبقى سلبية وغلط ومش حقيقية خالص واحنا بنمر بفترة صعبة. ولو حاسس انك مش كويس كفاية انك تعمل ده، حاول بس تتصالح مع فكرة انك دلوقتي مش مستعد تفكر في حاجة، وان اي فكرة ممكن تكون مش صح وما تاخدش قرار بناء عليها. كمان ما تصدقش أي فكرة سلبية لأنها غالبا بتكون وليدة الموقف وبتزيد الموقف سوء مش أكتر، خصوصا أفكارك عن نفسك أو لو حاجة بتحسسك وحش تجاه نفسك. غير إنك تفكر نفسك دايما بكل الكلام اللي قلناه ده، مهم قوي برضو إنك تفرغ المشاعر والأفكار دي بشكل صح، سواء عن طريق الجورنالينج أو التدوين. ولو عاوز تعرف عنه أكتر تقدر ترجع للحلقة بتاعته. أو لو إنك عندك طريقة بتعملها وبتفرق معاك، يعني زي إنك بتتكلم مع حد أو بتتكلم حتى مع نفسك من غير جورنالينج، أيا كان المناسب ليك وبيفرق معاك اعمله. المهم إنك تفرغ مشاعرك وأفكارك دي بطريقة صح، عشان لما مش بنفرغ ده بطريقة صح وبنراكم المشاعر والأفكار دي جوانا، ده بيعمل مشاكل بعدين، سواء إن احنا الحاجة دي بتبقى مؤثرة فينا ومش بنعرف نتخطاها بسهولة، أو بيظهر في شكل انفجارات نفسية زي نوبات الهلع أو القلق أو الأرق وغيره، أو حتى جسدية في شكل القولون العصبي أو ضربات القلب السريعة أو وقوع الشعر وحاجات تانية كتير. احنا عندنا تقريبا معظم الأمراض من ضمن الأسباب بعد استبعاد الأسباب العضوية بتكون نفسية عادي جدا. وطبعا لو الموقف أو الحدث كبير أو حتى حاسس إنك بتمر بحاجة صعبة،
حتى لو مش مدرك ايه السبب ومش عارف تتخطى ده لوحدك، تقدر تروح لدكتور نفسي سواء في عيادة أو أونلاين. وبالمناسبة يا جماعة دي مفيهاش أي مشكلة، مش رفاهية خالص، بالعكس لو صحتك النفسية مش كويسة مفيش حاجة تقريبا هتظبط. بتأثر على كل حاجة. فطالما انت مش عارف تهندل الدنيا لوحدك، عادي تلجأ لحد متخصص ويساعدك في ده، وفعلا بيفرقوا. ومن الحاجات اللي بتفرق معانا برضو في الأوقات الصعبة هي إيماننا والتغذية الروحانية. هي حاجة ما بتتعارضش خالص مع العلاج النفسي لو محتاج لده، بالعكس هي حاجة بتدعمه. الإيمان والدعاء والتمسك واللجوء لربنا سبحانه وتعالى بيهون كتير وبيساعد الإنسان يخرج من الموقف. العلاج النفسي أسباب ولازم ناخد بيها لو محتاجين لده، فقرب من ربنا سبحانه وتعالى والجأ له، وادعي واشكي لكل حاجة انت حاسسها. كمان خليك فاكر ان كل ده خير، حتى لو انت مش عارف ازاي، وسواء ادركت ده دلوقتي او بعدين او ما ادركتوش، بس خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى وانه رب الخير لا يأتي الا بالخير. اخيرا، لاني ملاحظة ان الفترة دي سبحان الله صعبة على الكل، فلو انت بتمر بحاجة مش لطيفة افتكر انك مش لوحدك في ده، وان سبحان الله دي طبيعة الحياة، وإن كل حاجة بتحصل لسبب وحكمة، ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله. وافتكر إنه الله قدر هذا والله كفيل به، وطالما ابتلانا بحاجة فأكيد أكيد إحنا طاقتنا تسمح، وإحنا أقوياء كفاية إننا نتعامل معاها. كمان الحمد لله إن كل ده في ميزان حسناتنا إن شاء الله، وإن أمرنا كله لله وأمرنا كله خير بإذن الله. كمان خليك فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بينا من أنفسنا، فما فيش حد أرحم بعباده أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فأتمنى لك إنك تكون قوي ومتماسك، وإن كل ده يعدي وهيعدي بإذن الله بخير، وإن ربنا يهون عليك أي حاجة مش لطيفة ممكن تكون حاسسها. شكرا إنكم هنا، وشكرا إن انتوا استمعتوا للآخر. وما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين وسوريا والسودان وكل مكان، وادعموهم بكل حاجة في ايديكم وبالمقاطعة. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من راندوملي. باي باي.